اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من في السين مع محمدين محمد صلاح والنجم الكبير قوي استاذ محمد عرفه، وهتعرفوا ليه هو نجم كبير قوي اليومين اللي جايين دول. انتظروا محمد عرفه قبل اي حاجه كده يا جماعه، انتظروا محمد عرفه في اعلان سي اي بي مع النجم محمد فراج اللي نازل كمان كام يوم. ان شاء الله هنعمل له شير ان شاء الله باذن الله. الحلقه النهارده يا جماعه عن سين اجتماعي كوميدي. اجتماعي كوميدي. لمجرد ما اقول لكم ان احنا هنتكلم عن القهاوي في مصر يا جماعه، ايه اللي بيحصل في القهاوي وحاجات كتير، وايه هذا يعني ايه هذا لو بنت بتتفرج ايه هذا الشيء اللي انا مش مسموح لي اروحه وبيحصل فيه ايه. ما احنا هنتكلم عن انواع القهاوي المختلفه، واللي ممكن بنات تقعد فيها واللي ممكن بنات ما تقعدش فيها. وعلى حسب برضو اختلاف المناطق، وعلى حسب وفكره ان المجتمع بتاع القهاوي ده بتقابل فيه بقى شخصيات كتير مختلفه طبعا، بدايه من الناس اللي بيقعدوا على القهوه اللي شغالين بقى بيقدموا القهوه. كل دول هنشوف ده يا استاذ عرفة. هنشوف ده كله بس بعد الفاصل ولا بعد الانترو؟ بعد الانترو. يلا بينا. اكشن. انا بدايه علاقتي مع القهوه بالزمان وانا صغير لما كنت بحب انزل اتفرج على ماتشات التشامبيونز ليج او ماتشات كاس الامم الافريقيه او ثانيه واحده بس. بدايه الموضوع لو بدايه علاقتي مع القهوه دي مثلا يعني كده بتتكلم مثلا على حاجه مثلا لو بدايه علاقتي مع مش عارف الموضوع كبير. ايوه الموضوع كبير. انا فاكر زمان كنت بنزل وبتاع اللي هو عشان الماتشات المشفره وبتاع بنشوفها عليها، وابتدى بقى هذا الشيء اللي هو في مشاريب مختلفة، الناس بتشرب شيشة عليها والناس بتشرب سجاير عليها في نفس الوقت. انا بقعد بقى مثلا مع جوز عمتي مع قريبي بتاع فكان اللي هو اتعودت عليه يعني من وانا صغير لحد ما بقيت لوحدي كده. فجأة لما اتخنق كده من البيت انزل اقعد على القهوة وانا صغير ده وانا طفل. يعني كام سنة تقريبا مثلا؟ 13 14 في ابتدائي اعدادي اخر ابتدائي اول اعدادي. بداتها مبكرا. ماشي. بس كنت بنزل اقعد على القهوه لوحدي وبتاع. بس فما هذا الشيء؟ هقول لك انا بالنسبه لي برضو تقريبا البدايه متشابهه. انا بدايه معرفتي بالقهوه كانت مع ابويا برضو، اللي هو لما بيبقاش في ماتش متذاع في التلفزيون فننزل نتفرج عليه على القهوه. تمام. خصوصا اللي هي كانت الاي ار تي ساعتها والحاجات اللي هي كانت كده يعني ما كناش مشتركين فيها بس بعد كده اشتركنا يعني. المهم فكان برضو هو بياخدني معاه على القهوه بنتفرج على المطوشه والحاجات اللي زي كده، او برضو اروح اقعد مع خلاني عمامي بتاع قاعدين على القهوه برضو، لان احنا تقريبا كلنا كنا في نفس المنطقه يعني كانوا قريبين كلهم مننا في الهرم وفيصل وكده، فكله قريب من بعض. فدي برضو بدايه معرفتي وقعدتي على القهوه. برضو كان بالنسبه لي فكره الناس اللي بتشايش دي حاجه غريبه جدا. مش فاهم ايه الشيشه دي اصلا، ما بفهمهاش يعني، ولا القهوه حتى القهوه شربتها وانا بعدين في انواع من الشيشه، في شيشه ريحتها حلوه وفي ناس واخدين شيشه شكلها غريب كده. شكلهم في حته غريبه. الشيشه الفواكه بقى ريحتها حلوه اللي هو تشمها تبقى عايز تجربها. ما احنا شربناها بقى لما كنا فالقهوه نفسها حتى بالنسبه لي دي كانت حاجه اللي هو قهوه ما ينفعش تشرب قهوه حتى دي تقيله. انا شربتها وانا كبير. شربتهاش وانا صغير برضو. انا كنت لحد الجامعه ما بشربش ولا قهوه ولا شاي او بعد الجامعه كمان يعني لحد اول شغل. انت بقى مثلا ابوك بيطلب قهوه كالعادي او شاي وانت بتشرب بقى البيبس الليمون عصير بتاع كده الحاجات دي. فدي بداياتي برضو مع القهوه يعني. بس انا ما كنتش يعني من محبي قوي قعده القهوه وانا صغير عادي يعني، اللي هو انا برضو نازل كده عشان اتفرج على الماتش وخلاص، لكن ما اروحش من نفسي يعني. انا عكسك، انت بتروح تقعد على القهوه عادي وبدات ان انت تحبها وتقعد. لا انا ما كنتش بروح اقعد على القهوه يعني. انا لان انا وانا صغير برضو كنت انطوائي شويه زي ما قلت لك، فما كنتش الاجتماعيات دي ماليش فيها قوي. الى ان جت في نقطه تحول. انا جايه الفتره بتاعت ثانوي. اللي هو لو ما رحناش المدرسه او خلعنا في نص اليوم فاحنا رايحين البلاي ستيشن والقهوه. هما الاثنين بقى. فبدات بقى مرحله القهوه دي شويه حلوين بقى من ثانوي مثلا والجامعه. وبعد الجامعه بقى لما بدات في موضوع التمثيل وكده اوقات كتير ما بكونش شغال بقى فول تايم. فانا هعمل ايه؟ هنزل اروح اقعد على القهوه مع اصحابي بقى قعده القهوه بقى. ومن هنا ممكن نخش على النقطه الثانيه اللي هي بتاع بقى انماط الناس اللي بنشوفها في القهوه بقى. بس انا برضو كنت حابب احكي عن لحظه تحول انا برضو حصلت لي وانا في جامعه، اللي هو لما ابتديت اروح على القهوه
واقعد اقرا على القهوه. بس بعدين ابتديت اجرب الشيشه على هل القهوه. انت كان عندكم قهوه جنب الاي يو سي؟ صعب. التجمع هو التجمع كلها على بعضها ابتدى يبقى فيها قهاوي، فاهم؟ مؤخرا لا مش مؤخرا، هو كان فيها زمان بس هي في اماكن معينه، فاهم؟ فاهم. يعني انت بتتكلم على وقت الجامعه بشكل عام، بس مش عند الجامعه يعني. لا مش كان في الزمالك. كان في الزمالك. والزمالك بقى انت عارف بقى بلد الفنانين. طبعا. بس فكنت بقى ابتديت اللي هو احس بسحر القهوه، اللي هو انا بقرا على القهوه، انا بتفرج بقى بشرب شيشه على القهوه، ما اعرفش ايه بتاع، بقى ليك مجتمع خاص. ايوه لوحدك كده. ماشي. فجميله بصراحه القهوه. انماط الناس بقى اللي بتقابلهم على القهوه، يعني انا مثلا برضو في حاجه تانية، ان كل فتره يبقى الشله ليها قهوه معينه بتقعد عليها. ايوه صح. وتغيرها بعد شويه من كتر القهاوي ومن كتر الفرايتي بنقعد عليه. ايوه من كتر الفرايتي اللي موجوده، اللي هو كل شويه نشوف واحده ايه نظامها ونتصاحب على الناس اللي فيها، وحبيبي وتقعد الشيشه تجيلك ومن غير ما اي حاجه. طبعا زي ما انت شفت المره اللي انا اتفاجئت يا جماعه، احنا يا دوب قعدنا، انا افتكرت انا بكلم الراجل ده قبل ما نيجي. بكلمه ايه؟ مش عارف ايه نوع الترتيب اللي انا عامله؟ انا قلت له مثلا حضر لي الشيشه بتاعتي وانا جاي ولا حاجه، مجرد ما عارف قعد لقيت الشيشه نزلت لوحدها، جت لوحدها اوتوماتيك كده، جت لوحدها. تمام. فبقيت بقى ايه تتنقل من قهوه لقهوه مع الشله بتاعتك مع اصحابك على حسب المكان اللي هتقعدوا فيه. وبرده في نفس الفتره بتاعت الجامعه اللي هو ابتديت اللي هو اركز مع الناس في الشارع بيتصرفوا ازاي. فقعدتي على القهوه كانت نوع من الفرجه، المشاهده الحياتيه. حلو بقى قوي ده، لان النقطه دي هتصب في موضوع الايه، التمثيل. ان هو من ضمن ادوات الممثل الشاطر ان هو بيوبزرف او بيتفرج على انماط الشخصيات المختلفه. فالقهوه دي اكتر مكان تشوف نوعيات مختلفه من الناس فيه. بالظبط. فابتديت بقى اقعد اتفرج اللي قاعد بيكلم نفسه، واللي جاي مع صاحبته، واللي جاي مع صحابه وجايبين شاورما. ورجاله كبار بقى قاعدين كده بيقروا رجاله كبار ما كان في واللي بيلعبوا طاوله دول اساسي طبعا. اللي قاعدين طول 24 ساعه هيلعبوا طاوله ودومنا والحاجات دي. ايوه صح. فبرضو انواع كتير، ده غير بقى ايه دايما اللي بيرص لك المعسل او اللي بيجيب لك الطلبات ده دايما ايه حرك كده، هو عارف يتعامل مع الناس بالزبط. كل مستوياتهم، ويديك افيه عشان تسيب له تيبس وبتاع. هو بيعمل شغله بالزبط. بس هو فاهم في اطار كوميدي اجتماعي. اجتماعي. وكل شويه كل فتره كده بعد ما تكون لسه شارب حاجه يقول لك يا باشا نطلب حاجه ثانيه. ايوه بيشغل الشغل. بالظبط كده. ايوه فاكتر دايما اكتر شخصيه بتبهرني الشخص الحرج ده اللي هو بينزلك المشاريب او اللي بيرص لك الشيشه. ازاي بيعرف. وكان في اسطوره وقت الجامعه كنا بنقابله في صهلله اسمه ابو نسمه. ابو نسمه ده قال لك ده كان ما اعرفش مسجون وما اعرفش ايه وخلاص، وكان بقى افيهات ايه وكاريزما ايه، فاهم؟ نجم ده الناس بتروح تقعد تشيش عشان تتعامل مع ابو نسمه، فاهم؟ طبعا. ما بقول لك بيبقى فيهم كاركترات رهيبه، ممكن انت تاخد ده تعمله بعد كده في كاركتر في فيلم او في مسلسل هيفيدك او في اعلان حتى، فاهم؟ يعني هيفيدك جدا. ايوه هي بالظبط كده، هي نوعيات دي. ونوعيات الناس دي كمان بتختلف على حسب المناطق. يعني في جه عليا وقت برضو لما بدات شويه في قصه التمثيل، كنت بروح اقعد لاني كنت بعمل بروفات مسرح في وسط البلد. فهو وسط البلد دي بقى حاجه دي قصه ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص 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 بجد. فيها نوعيات بقى مختلفه عن بقيه المناطق. ليه بقى؟ بتلاقي بقى مثلا نوعيات المثقفين وسط البلد، فاهم؟ الشباب اللي هي لابسه الكاسكيت والسكارف والسكارف ومش عارف ايه، وقاعد كده معاه 3-4 صيع، هم اصلا معهمش فلوس يحاسبوا عليها. والله هم بيبحثوا عن معنى ما، ايه هو الحياه ما اعرفش، الحياه كلها ملهاش معنى، بس هم بيبحثوا عن معنى ما، فاهم ازاي؟ فما تفهمش في ايه. وطبعا الوقت ده كان ساعتها بقى الثورات وبتاع، فكان عز بقى الوقت ده، عز التجمعات دي قوي. ايوه فيقعدوا والمفروض يحصل كذا وبتاع، ويحصل نقاشات ما بينهم، وبعد كده بتقلب بخناقه مع الناس الكبار اللي مش عايزين يحصل ثورات في البلد ولا يلا انت هو من هنا وبتاع. دي كانت نوعيات طبعا وسط البلد، فاهم؟ فنوعيات وسط البلد مختلفه. بس بقيه المناطق تقريبا، يعني مثلا كان في الهرب او فيصل او كده برضه نفس اللي كنت بقعد عليها تقريبا، نفس الناس اللي انت بتحكي فيها دي، نفس النوعيات بتاعت الناس. وهم اللي قاعدين على القهوه. بس انا سؤالي بقى اللي انا عايز اسالك فيه، بجد في ناس مقيمه 24 ساعه في القهوه، كل ما تروح القهوه تلاقيه. يعني في شخص بقول لك ايه، القعده على القهوه بالنهار غير القعده على القهوه بالليل طبعا. لما بتقعد بالنهار
بيجي لك واحد اللي هو كان في الشغل ولسه مخلص، او واحد ما بين مشوارين مهمين فبيريح شويه ورايح يشرب حجر ويشرب قهوه في النص يروح. فاهم؟ والعاطل اللي قاعد من الصبح بقى، اللي هو ده قاعد اصلا مكتئب، فاهم؟ اللي هو انا قاعد بقى من الصبح بقى. والله عارفه انا بمناسبه المكتئب ده، في واحد بجد لن انساه، كان قاعد على القهوه والله العظيم عارف، قاعد كده وباصص في العدم، اللي هو مش باصص في حاجه خالص، وبالظبط مثلا 3 ساعات اعرفها. مثلا انا قاعد انا والناس، هو على نفس البوزيشن وقاعد كده بالظبط، يشرب سيجاره، السيجاره تخلص يولع سيجاره تانية، ايوه هيشرب سيجاره كده. انا ما بفهمهمش الناس دي، مش عارف. 3 ساعات انت لو مطلوب منك تعمل الدور ده على فكره صعب. 3 ساعات على نفس الوضع كده. فانا عمال اقول يا ترى ده ايه مأساته في حياته اللي بقى على القعده دي. بالظبط. انا كنت بشوف واحد تاني اللي هو ساعات يكلم نفسه، وبرده ساعات دايما يولع سيجاره في ظهر سيجاره واللي هو بيسيب الطافيه تطول لحد ما تقع عليه، وهو لا يبالي فاهم؟ وبيجي يطلب ويحاسب على المشاريب ويمشي. طب انت تتجنن ولا ده ايه ولا مش فاقد الاحساس بالشعور بالحياه. وطبعا عندك الشله اللي واحد فيهم بيبقى معاه فلوس وبقيه الشله معاهاش فلوس، فهو اللي هيحاسب على مشاريع. أيوة. ودي في اوساط الممثلين المبتدئين كتير بصراحه. ده راح صور يومين فده اللي معاه فلوس، فهو اللي هيحاسب على بقيه لحد ما غيره يجي له شغل. هي دي التنميه المجتمعيه. كنا بنعملها كتير قوي. ايوه. فلا يعني دي انا بقى بستغرب الناس اللي تقعد على كافيه يسيبوا 50 و100 جنيه تبس او ازيد، ويجوا يقعدوا على القهوه يستخسروا 5 جنيه في الروب. 5 جنيه دي حاجه غريبه قوي. ما تخليك جينيرس مع لا ما انا هقول لك ليه. هو بيبقى شايف ان المكان اللي هو فيه كافيه او في مكان بتاع، فما شكله هيبقى وحش، لازم يا عم ما ده اولى، ده غلبان مرتبه اقل من اللي في الكافيه وما بيجيلوش، فاهم؟ ما تفرقش بس لا بيعملوا كده. دي حاجه غريبه قوي ما بفهمهاش. ماشي خلينا بقى نخش على النقطه الثانيه بتاعت اختلاف الاماكن. بيبقى فيها نوعيات مختلفه عن الناس اللي بتقعد في القهاوي، زي مثلا القهوه والكافيه. قول انت الفرق ما بين القهوه والكافيه. القهوه والكافيه الاماكن اللي مسرح للبنات تقعد فيها، وفي اماكن ما ينفعش. خلينا ناخدها واحده واحده. في قهاوي قهاوي عاديه مسرح للبنات تقعد فيها، حلو. قهوه عادي. دي برضو بتبقى غالبا بنات وسط البنات، بنات الزمالك ما اعرفش ليه. في القهوه اللي بنقعد عليها في المهندسين دي بيقعد عليها ساعات بنات مش كتير، اللي هو دي معروف ان ايه الاودينس او الناس اللي بتيجي زي الجيم الميكس مش هيرخموا عليهم يعني، او مش كده، فاهم؟ عادي. فده برضو في حد ذاته كان مبهر في فتره ما يعني، ان في قهاوي فيها بنات، فاهم؟ ايوه. هي كانت بتبقى حاجه يعني، خصوصا لو مثلا مكان شعبي قوي بيبقى غريب ان بنت تيجي تقعد فيه على القهوه. في ايوه على بقى النقيض، في منطقه شعبيه تلاقي بقى واحده ست معلمه قاعده بتشرب الشيشه وبتشرب، وبتبقى هي اللي قاعده على القهوه نفسها، معلمه القهوه. ايوه. اللي هو فاهم موجوده في الاوساط الهايلاي والاوساط كان في بمناسبه فكرتني، كان في واحده في فيصل كانت اسمها والقهوه كلها اسمها قهوه ام صبحي. ام صبحي دي هي صاحبه القهوه ومعلمه فعلا، وست كده بتلبس اسود عربيه سودا وبتاع وغوايش، تعمل منك 10 دي تلفك في سجاره ومعلمه وبتقعد كده وبتاع، هي صاحبه القهوه نفسها يعني. لا كان موضوع كبير. ايوه لا جامد. الكافيهات بقى المفروض زمان كانت اللي هو الخروجه الارقى شويه. ايوه. هي دلوقتي عادي بنقعد على ده او على ده، مش فارقه. بالعكس ممكن تفضل القهوه اصلا، صح. بتبقى فيها روح، مستريح فيها اكتر او روح. لكن الكافيهات بقى اللي هو عشان بيبقى ساعات ممكن فيها اكل، فيها معرفش القهوه اللي هي معموله بالاسبريسو، مش أيوة بس مش وطبعا بس انا بقى ما بيعجبنيش في الكافيهات لما بيعملوا لك القهوه فرنساوي بالستيمر. ما بحبش انا الستيمر ده. يمكن جبت سيرته قبل كده. خلينا نوضح للجمهور ان عارفه يعني القهوه ده موضوع كبير بالنسبه لي، لدرجه ان في مكان قهوه هنا فلازم هو متخصص في القصه دي. ايوه. فما بحبش عشان بشرب قهوه فرنساوي دايما سيبها تستوي على الرماله، سيبها على النار حتى، فاهم؟ لكن اللي بتعملها بالستيمر دي ولا بتستوي ولا بيبقى ليها طعم، وبتبقى لبن قوي، صح؟ فاهم؟ ما بقاش فيش طعم القهوه فيه، صح. خلينا برضه نفرق ان ما بين القهاوي العاديه والكافيهات بصراحه، ان في بعض القهاوي ما بيبقاش البن حلو فيه بصراحه، مش حلو قوي يعني. فالكافيهات لما ابتدينا نروح اللي هو قال لك ايه، دي بيبقى فيها بنات،
تعال نروح نقعد عليها او برضه نغير ايه، نغير مناظر تعرف على حد نتعرف على حد. عمرها ما بتحصل. اصل هتقول لها ايه تعالى انزران نشرب كوفي وبتاع، مش هتقول لها كده. انا عمري ما اتعرفت على حد في كافيه خالص بصراحه. يعني ممكن انا معايا ناس صحابي وبنات صحابي ونقعد في كافيه، بس ان انا اتعرف على حد جوه الكافيه دي صعبه قوي. لا في قهوه مع واحد تاني عادي، ممكن تفتح كلام مع واحد قاعد جنبك بتاع شباب عادي. شباب. لكن ده انت اصلا بتبقى تتكلم، هو يقول لك والله يا صاحبي بس الموضوع هم بيخشوا جوه بعدين في وسط هو تلاقيه دخلك في وش الموضوع في نص الموضوع كده، دخل يتكلم معاك يقول لك والله يا صاحبي بس الاهلي خلي بالك ما كانش قد كده. هو دخل من نفسه في الحوار. تسمع حكم غريبه على موضوع غريب. اقول لك اجمد حكمه سمعتها مؤخرا ونقول للجمهور كمان. كنت في اسوان انا، حلو، فروحنا جزيره اسمها جزيره الصياد. تمام، الصياد ماشي. هو صياد قاعد في الجزيره دي وبيصطاد السمك البلطي من النيل وبيعمله لك مشوي ومقلي في ساعتها. الله على الجمال. فبنقول له ايه سر حطيت ايه على السمك ده بعد ما كلمه؟ قال لك هو ملح وما اعرفش ايه وما بنحطش عليه بتاع. فبنقول له لا بس الاكل جميل. قال لك بص يا باشا، الاكل اللي ما تشمش ريحته غير صاحبه هو ده اللي تمام وزي الفل. فانا ما فهمتش يعني ايه ما تشمش تاني. قال لك بقى الاكل اللي مش عامل ريحه في المكان والناس جايه على ريحته وبتاع، لا اللي هو صاحبه شم ريحته فكله فشبع فتمام. هو مش عايز صيت، فاهم؟ مش عايز حوارات. ايوه هو على الرايق. كان شكله عميق جدا وهو بيقولها، بس انا ما فهمتوش. حكمه عميقه فعلا. اللي ما يشمش ريحته غير صاحبه هو اللي ما اعرفش ايه. ايوه صح، كان عميق جدا بصراحه. ده كان فاصل. انا في كذا حكمه والله سمعتها قبل كده على قهاوي، بس ما اقدرش اقولها. ناس جديد خلاص ما اقدرش بصراحه. نبقى نعمل قناه باشتراك وننزل عليها النكت القديمه. ممبرز اونلي للممبرز، الحاجات اللي بفلوس عشان تبقى لا في ناس خصوصا الناس الكبار. كبار الناس الكبار بالذات على قوي بتلاقيه راح ظرفك حكمه كده. هو ظرفك الموضوع جامد قوي. فهو بدايه الكافيهات كانت عشان نشوف بنات وبتاع، لو معاك بنات برضو، لو انت اصلا مش هتعرف تقعد شاب من اللي هو وانت مراهق كان الجروب بتاعك فيه بنات، ده مش كل الناس يعني. حصل بتروح حصل فبتروح بتبتدي تروح كافيهات وبتاع، نخرج خروجه ميكس بتاع كده. ايوه طب انت عامه بتفضل قعده الكافيهات اكتر ولا قعده القهاوي؟ وليه؟ القهاوي اكتر. لا القهاوي اكتر عشان زي ما بقول لك بيبقى فيها روح حلوه. بحس ان انا واخد راحتي قوي. الكافيه فعلا بحس اللي هو انا رايح اقابل حد ورايح نتكلم في حاجه معينه. يعني مثلا رايح اقابل حد في ميتنج شغل. ايوه، فتعالى نتقابل في الحته بدل ما نقعد على القهوه ودوشه وبتاع. برضو يبقى الكافيه رايق، هنعمل شغل، هنعمل حاجه مش عارف، بحسها محدده قوي. انا لو كافيه يبقى انا مثلا رايح عشان حاجه معينه هناك. يعني مثلا في كافيه في المهندسين هو بيعمل القهوه على السبرتايه، فانا رايح عشان القهوه بتاعته قويه، حاجه معينه، والناس قاعده عادي ممكن يشغل ماتشات بتاع، فتمام حاجه معينه. لكن انا بحب اللي هو ما بين الكافيه والقهوه ده، اللي هو بيعمل اللي هو مكان انضف شكلا شويه من القهوه، بس في نفس الوقت فيه روح القهوه ومش كافيه. ما هو ده بناء على المناطق اللي انت قلتها. مهندسين زمالك تحس ان فيها ميكس ما بين القهوه والكافيه. يعني هو القهوه العاديه البلدي مديها شكل الكافيه شويه. فاهم؟ بيبقى فيها الاثنين. فانا لا، انا بفضل القهوه، برتاح اكتر في القهوه. لكن الكافيهات ببقى رايح لحاجه معينه، لشغل، رايح ميتنج ميتنج، هقابل حد معين، هقابل حاجه معينه، او مثلا هقابل حد معين برضه حد معين مش هعرف اقابلها في القهوه، فاقابلها نتقابل في كافيه. فاهم؟ على حسب برضه لا بس انا ليا في ناس صحابي قعدتهم الاساسيه في كافيهات. بيحبوا في ناس كده. وعلى فكره في ممثلين كده برضو، اللي هو تلاقي يقول لك الكافيه ده بيقعد عليه ما اعرفش مين، والكافيه ده بيقعد في اكتوبر عندنا، بس مش عندنا بقى زي عندك بقى برنسس كافيه ده اللي هو بتاع محمد رجب ده، اللي هو الشريك فيه ده. يا لهوي، ممثلين مصر كلهم بقى، ادوارد ومش عارف مين مش يعني مش هقول اسماء معينه، بس يعني كان ممثلين كتير قوي بيروحوا يقعدوا معاه. وهو نفسه بيبقى قاعد في الكافيه. فاهم؟ عندك بتاع مصطفى قمر اللي هو كلاسيك روك ده، في المهندسين، وفي مش عارف في 1980 بتاع احمد فهمي. ما مش عارفه. ده بتاع يعني ده اللي هو احمد فهمي ولا احمد فهمي؟ لا احمد فهمي سمير وشهير وبهير. ماشي. بس ده ما شفتش فيه ممثلين بصراحه، بس هو كافيه جامد. ايوه في كتير بقى. فده تلاقي الممثلين بالذات
ليهم كافيهات معينه اه قعدته في الكافيه ده. ايوه ايه بقى اللي يروح يشايش واللي يروح يشرب حاجه مش عارف بالظبط. ايه بتاع، برضه قعدتهم في الكافيهات دي. انا بقى نفسي اما اتشهر عادي اعرف اقعد على القهوه فاهم؟ احنا لسه ما بنتكلم يا نشمش، جماعة. محدش يشم ريحتي وتمام. اليومين اللي جايين دول احنا مش عارف نمشي في الشارع. ايوه ايوه عشان يبقى متفقين في على شهرة كده، كبيرة. احنا متفقين على عشان يبقى كده. في شهره كبيره وكده. ايوه، وما هو برضه من ميزه الشهره حاجه، ان انت لو رايح مكان معين. بس دي بقى لو هنخرج عن موضوع القهاوي والكافيهات شويه، اللي هي بتبقى الاماكن اللي هي النايت لايف اكتر، اللي هي مثلا مطعم او مكان سهر، ريستو بار ريستو اللي بار هو ما مش عارف إيه بين الحاجات دي ريستورنت بقى. والبار وبتاع. بالظبط. مكان رايح تسهر فيه مثلا او تتعشى او كده، اه لو انت مشهور ومش حاجز تخش عادي. ايوه دي صح. مميزات الشهرة. ايوه صح. عامة في اي مكان الاماكن اللي بالحجوزات يعني. ما كنت لسه اقول لك بتروح الاماكن دي يقول لك لا ريزيرفد وبتاع، لا لا انت هتصدق ليه؟ مش عارف ايه عملت ايه. ايوه فالقهاوي موضوع لذيذ وزي ما قلنا الكاركترات اكتر حاجه مستفزه في القهاوي. ايوه اكتر حاجه تستفزك ان انت صح كده تبقى ده مين ده وبيعمل ايه وبتاع وكده. وبعدين برضو يعني مثلا في بقى اللي هو قهوجي، هو بيسموها قهوجي بس هو برنس في نفسه. أيوة. هو في واحد في القهوه اللي انا قعدتك عليها دي بيجي 3 شهور ويأجز 4 شهور، فاهم حاجه كده. هو برنس ومش محتاج الشغل اصلا، بس هو بيجي وبعدين يجي ايه دايما يفهمهم اصل الشغلانه، يقول له مش بمعرفش ايه ما بتتعملش كده ومعرفش ايه. أيوة. معلم في وسط القهوه فاهم. بيقول مره كان بيسلم عارف الشفتات. ايوه فبيقول له بيجي يقول لك بيقول له في 3 معسل. قلت له انا ما خدتش غير 2. قال له لا، قال لي لا ده اللي نزل على الارض يا عرفه. هو انت هتتدخل في كل حاجه في شغلنا ولا ايه؟ عايز تتعلم كل حاجه ببلاش. ايوه والحركه عشان فاهم هو حاطط 3 حجره معسل، فهو ده حسبها 3 برضه. ايوه. واللي هي دايما الحركه دي بيعملوها اللي هي بتاعت ايه، معلش هحاسب عشان بس بغير الشيفت. ايوه عايزينك حاسب عشان لا احنا برضو تيتو ده اسطوره. لو بيتفرج علينا يعني لازم يبقى عارف ان ابعت له اللينك. لازم يجي يقول لنا اخواتي اللي بحبهم. ايوه مش اي اخواتي فاهم. أيوة. اخواتي اللي بحبهم فاهم. ايوه فاللي هو ايه ده اللي في قهوه المهندسين اللي احنا كنا قاعدين. ايوه عارف ده لما يجي تيتو هوريهولك. عارفه. لا حلو. طيب بس كده شايف الحلقه كفينا وفينا فيها شويه حلوين. انتوا كمان بقى اكتبوا لنا في الكومنتس ايه تجاربكم مع القهاوي، ايه قصتكم مع القهاوي، حاجه مميزه في قهوه كافيهات اكتر. بس ونشوفكم في حلقه جديده من في السين مع محمدين. سلام.